فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. إذا اللحظات وتنطلق هذه المقابلة الهامة، ونذكر مرة أخرى بأن المغرب تتواجد في المركز الأول إلى جانب السنغال ب5 ديال النقاط، وفي الصف الثالث مصر ب3 ديال النقاط. تضيع الكرة لشيبا، استرجعها شيبا في الجهة اليمنى بإمكانه باش يمرر. شيبا مراوغة جميلة لشيبا، دائما الكرة ولكن يدخل أحد اللاعبين وتبعد الكرة للزاوية. النيبت الزاوية تنفذات، ضربة رأسية لكن مشات بعيد على المرمى ديال الحارس عصام الحضري. دائما الكرة عند الفريق المصري، دائما الكرة خطيرة لفائدة الفريق المصري. محاولة وقذفة من بعيد، قذفة من بعيد ديال رقم 4 طارق مصطفى، اللاعب ديال الفريق زوزي. تمريره جميله لعند حجي في الجهه اليمنى، تمكن من الكره حجي، واش غيتمكن من المرور ولكن دخل المدافع الايمن او الايسر وحجي. البهجه، تمريره جميله ديال البهجه، تدخل احد المدافعين، خطا لفائده الحضريوي، وانذار او الحضريوي ما عرفتش شكون اللي يقذف. شيبا قذفه دائريه ولكن بعيده. شيبا ما خصوش يتباطأ. شيبا دائما الكره عند شيبا اللي تقدم، يمكن يمرر. كل شيء عملوه شيبا مزيان الا التمريره الاخيره. التمريره عند حجي البهجه تيطلب الكره في الجهه اليمنى، تيمرها لعند البهجه. دائما شنو غادي يعمل البهجه؟ مراوغه جميله ديال البهجه شنو غادي يعمل؟ ما حصلش التفاهم بينه وبين حجي، بغى يعمل عمليه 1-2 مع حجي ولكن كانت الكره بعيده على حجي. الحضريوي فرتوت انطلق في الجهه اليسرى، الحضريوي قذفه من بعيد عند الحارس عصام الحضري. إذا كما قلت الأسلوب اللي لعبوا الفريق المصري هو الحراسة الفردية اللصيقة بكل لاعب. دخول جميل ديال فرتوت البهجة في الجهة اليسرى، بالفعل تلقى الكرة البهجة شنو غادي يعمل؟ قرب منطقة جزاء البهجة، محاولة ديال المراوغة، البهجة تقذف ولكن قذفة قوية إنما مشات بعيد على المرمى. كرة دائرية، ضربة رأسية ما تمكن حتى شي واحد، دائما عند الفريق الوطني المغربي ولكن ما تمكن شيء من القذف. صابر لعند العزوزي، مراوغه جميله ديال العزوزي، تمريره ولكن كانت ارضيه، تدخل فرتوت ياخذ الكره والتمريره ديال فرتوت ولكن الكره كانت بعيده. حضريوي تمريره طويله في اتجاه البهجه واش يتمكن من الكره؟ لا، تدخل احد المدافعين، دائما الكره في اتجاه البهجه، بالفعل تمكن من الكره ولكن جا هادي خشبه هو اللي خدا الكره. البهجه، القذفه ديال البهجه بالرغم انها ما كانت شيء بالقوه اللازمه ولكن كيف ما كان الحال شكلت بعض الخطوره على الحارس عصام الحضري التي خرج الكره على الزاويه. فرتوت داخل منطقه الجزاء، شنو غيعمل؟ تمريره ديال فرتوت ولكن الكره مشات جانبيه في الوقت اللي يعتقد انه كان بامكانه يمرر لعند البهجه بطريقه مفاجئه. وصلت الكره لعند فرتوت، فاجات الجميع. لاحظوا بان الكره كانت عند لاعب فرتوت، حاول يمرر ولكن الرجل ديالو اصطدمت بالعشب. عمليه ديال قذفه قويه مفاجئه ديال حجي او شيبا. كان مازال تيطلب من اللاعبين. تنفذت العمليه ديال الفريق الوطني المغربي عند حجي في الجهه اليسرى، تمريره جميله ديال الحجي داخل منطقه الجزاء، ضربه راسيه ديال احد المدافعين، تيمشي العزوزي مراوغه ديال العزوزي، ما كاينش هناك خطا كلهم الان داخل منطقه الجزاء. تمريره الشروط ماشي ديال الحجي بل الشروط ديال البهجه. حكم تينبه شفويا حجي تجاه حسام حسن. النيبت شيبا تضيع الكره، تضيع له كره ماشي مكان ديال باش تضيع الكره مثل حاله الكرات. خصهم يحتاطوا لانه اللاعبين يمكن تيبحثوا على اي سبب باش مقابله نظيفه. تلاحظوا كيفاش اللاعبين المصريين كلهم اجتمعوا على اللاعب. كان هناك خطا ولكن مادام انه الحكم اعلن انها ضربه خطا ما كايناش اللاعبين كلهم يجيو ياخذوا حقهم بيديهم. تلعبوا الان دقيقه 40. دائما الصفر اللي مثله بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب المصري. الفريق المصري هذه خشبه تيرفع كره عاليه، ضربه راسيه ديال روسي. شيبا
خطا فادح ديال شيبا. قد شكلت خطوره كبيره على الحارس البرازيل. يمر الكرات بشكل جميل، تمريره داخل منطقه الجزاء. كانت هناك عرقله ديال فرتوت الشافع اللي مراقبه، اللاعب اللي مراقبه. عادي مرة تمريره جميله لعند صابر، دخل شيبا، مراوغه ديال شيبا في الجهه اليمنى، مراوغه ديال شيبا، تمر مراوغه ايضا شيبا، تمريره جميله لكن دخل تمريره ما كانتش بالدقه اللازمه. كل شيء داروا شيبا، المراوغه الاولى المراوغه الثانيه، انما التمريره كانت في متناول اللاعب المصري في الوقت اللي كانوا جوج ديال اللاعبين في منطقه مواتيه. كانت الكره شويه عاليه، كانت شيء جميل بالنسبه للفريق الوطني. تمريره ضربه راسيه ولكن بعيده. وصي الحجي، شنو غيعمل الحجي؟ غيحاول باش يقذف. حجي شنو غيعمل؟ ترفع كره عاليه، شروط ديال البهجه، شروط ديال البهجه. كان بإمكانه حجي، بامكانه باش يمرر تمريره جميله ديال الحجي ولكن تدخل الحارس عصام الحضريوي مراوغه ديال الحضريوي، تمريره جميله عند البهجه في الجهه اليسرى. شنو غادي يعمل البهجه؟ محاوله ديال التمريره، تمريره جميله لكن تدخل احد اللاعبين هو اللي كلهم داخل منطقه الكره عاليه، تدخل الحارس يبعد الكره. حجي تتضيع عليه الكره، تصبح هجوم ضاد لفائده الفريق المصري. التدخل ديال روسي مره اخرى، تدخل روسي خطيره هذه الكره لفائده الفريق المصري ولكن تدخل ديال النيبت. حجي تمريره ضربه راسيه، ان مشات الكره الحكم ديال الشرط رافع الرايه ديالو. خطا ديال احد المدافعين ولكن ما تمكنش من الكره لشيبا. تعليمات اضافيه من المدرب الوطني هونري ميشيل لعميد المنتخب نور الدين النيبت. صابر في الجهه اليمنى، تمريره عاليه مباشره عند الحارس، مباشره الكره عند الحارس. وفي نفس الوقت الحكم تعلن على ضربه خطا لفائده الحارس عصام الحضري. غيدخل باصير الان، اذا خروج البهجه ودخول صلاح الدين باصير. التمريره ديال الحجي، هذه خشبال عند شيبا عند بعيده على صابر ولكن تمكن صلاح الدين ولكن كره مرات محاديه. تمريره كانت جميله وايضا تمريره جميله ديال القذفه النهائيه ديال صلاح الدين باصير، انما الحارس لاحظوا طريقه الارتماء بالراس ديال الاصابع ديالو تيحول الكره للزاويه، ما مشاتش بعيد على المرمى. هذه محاوله لفائده الفريق المصري، خطيره تمريره في الجهه اليمنى خطيره جدا لفائده الفريق المصري. دائما الكره خطيره تتمرر وقذفه من حسن الحظ في اتجاه فرتوت تمكن من الكره لكن خرجت. شيبا كره دائريه ولكن كانت في متناول اللاعبين المصريين. صابر ما كاينش شروط، تمشي عند من عند النيبت. شنو غيعمل النيبت؟ عند الحضريوي قذفه ولكن بعيده على المرمى. عند باصير امام جوج ديال اللاعبين، حاول يرد بجوج ديال اللاعبين باصير وخطا. كان هناك خطا من الخلف ديال المدافع الايمن ابراهيم حسن. كل لاعبين داخل منطقه الجزاء. العزوزي هو اللي يقذف، ضربه خطا مباشره. العزوزي تيقذف مباشره، ضربه راسيه، هدف. تنظن بانه باصير هو اللي سجل لان الكره مرات امام مجموعه من اللاعبين، ولكن دون شك انه باصير هو اللي تيسجل الهدف اللي تيجي في الدقيقه 26. هدف تيسجلوا صلاح الدين باصير. ضربة خطأ هو اللي كان وراء ضربة خطأ. لاحظوا الطريقة باش راوغ داز ما بين جوج ديال اللاعبين. خطأ. العزوزي تيمرر تمريرة جميلة كانت دائرية وباصير يسجل الهدف كما سجل في المباراة ديال الذهاب. باصير يسجل. هذه إعادة. العزوزي كرة كانت دائرية لكن بإمكان تتابعها ببطء. دائرية وضربة رأسية ديال باصير من خلال إعادة كانت واضحة الآن. هدف للصفر لفائدة المنتخب الوطني المغربي بواسطة صلاح الدين باصير اللي دخل خلال الشوط الثاني.
اذن بصير يعطي للمنتخب الوطني المغربي التقدم في الدقيقة 26 من الشوط الثاني من المقابلة. تمريرة الآن عند هذه خشبة تمريرة، لكن تدخل البرازي، مراوغة جميلة، شنو غيعمل تمريرة، لكن دخل المدافع كاد يرمي بالكرة في الشباك ديال الحارس عصام الحضري. بالواقع نفذ هذه الزاوية، كرة دائرية، ضربة رأسية، لكن كان صابر، كرة عالية، ضربة رأسية لكن بعيدة شوية. عبد الظاهر السقا، تمريرة، شرود 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 شرود، وتدخل أيضا ديال الحارس البرازي. هذا من زاوية أخرى، تدخل ما عرفت شايف مشات الرجل ديال المهاجم.